السيتوسكيلتون زي الهيكل العظمي بتاع الخلية، بس مش عظام. هو عبارة عن شبكة من الخيوط البروتينية اللي موجودة جوه الخلية. الخيوط دي بتدي الخلية شكلها وبتساعدها تتحرك وتنقسم. الفكرة إن الخلية مش مجرد كيس فارغ، دي فيها هيكل داخلي منظم جدا. هو عبارة عن شبكة معقدة من الخيوط البروتينية اللي موجودة في سيتوبلازم الخلية. الخيوط دي مش ثابتة، دي بتتفكك وتتجمع باستمرار. وظيفته الأساسية بيدي الخلية شكلها. يعني لو مفيش سيتوسكيلتون الخلية هتبقى زي الكيس الفاضي. بيساعد الخلية تتحرك، بينقل الحاجات جوه الخلية من مكان لمكان، وبيساعد الخلية تنقسم. أهلا بيكم من جديد في تيشو توك. إيه هي طبيعته الديناميكية؟ الفرق بينها وبين الهيكل العظمي بتاعنا إن السيتوسكيلتون بيتفكك ويتجمع باستمرار حسب احتياجات الخلية. يعني الخلية مرنة وتقدر تغير شكلها وتتكيف مع البيئة. مكانه فين؟ موجود في كل مكان في الخلية، من النواة لحد الغشاء الخارجي. إيه اللي بيحصل لما السيتوسكيلتون ده ينهار؟ يحصل كانسر ميتاستاسيس، يعني انتشار السرطان. الخلايا السرطانية بتغير شكل السيتوسكيلتون بتاعها، المايكروفيلامنتس بتتغير، فالخلية السرطانية تقدر تتحرك وتهرب من الورم الأساسي وتروح أماكن تانية في الجسم. ده بنسميه ميتاستاسيس، وهو ده أخطر حاجة في السرطان. في أمراض اسمها أمراض الأعصاب التنكسية أو neurodegenerative diseases. في أمراض زي الألزهايمر والباركنسون البروتينات بتتجمع بشكل غلط وتكون تجمعات في الخلايا العصبية. النيوروفيلامنتس ده نوع من الانترميديت فيلامنت بتتأثر وتنهار. ده بيسبب موت الخلية العصبية وفقدان للذاكرة والحركة. الأمراض المعدية أو الانفكشوس ديزيزز، البكتيريا والفيروسات ذكية جدا، بتستخدم السيتوسكيلتون بتاع الخلية عشان تدخل جوه الخلية وتتحرك جواها وتتكاثر. الفيروس بتاع الإنفلونزا والكوفيد 19 بيستخدموا الأكتين عشان يدخلوا الخلية. السيتوسكيلتون بيتكون من 3 أنواع من الخيوط، كل واحد فيهم مختلف عن التاني في الحجم والوظيفة. زي المايكروفيلامنت اللي هي خيوط الأكتين، هو ده أرفعهم 7 نانومتر بس، مكون من بروتين اسمه أكتين وبيساعد على الحفاظ على شكل الخلية. المايكروفيلامنت دي عبارة عن خطين لافين حوالين بعض من بروتين اسمه أكتين. الخيط ده ليه طرف إيجابي وطرف سلبي، وده مهم جدا عشان بيحدد اتجاه النمو والحركة. وظيفته الأولى بيحافظ على شكل الخلية. المايكروفيلامنت بتكون شبكة كثيفة تحت الغشاء الخارجي للخلية اسمها السيل كورتكس. الشبكة دي بتدي الخلية شكلها وبتحافظ عليها ما تنهارش. وظيفته التانية حركة الخلية. المايكروفيلامنت مسؤولة عن حركة الخلية. مثلا خلايا الدم البيضاء بتستخدمها عشان تزحف وتلحق بالبكتيريا. العضلات بتستخدمها عشان تنقبض مع بروتين اسمه مايوسين. الخلية لما تنقسم بتستخدم المايكروفيلامنت عشان تقطع نفسها نصين. وظيفته الثالثة هي النقل. المايكروفيلامنت بتعمل مسارات للبروتين، تنقل الحويصلات والحاجات الصغيرة جوه الخلية. الانترميديت فيلامنت أو الخيوط الوسيطة دي هي الحجم الوسط من 8 ل 12 نانومتر، مكون من بروتينات مختلفة زي الكيراتين والفيمنتين. دوره في الخلية يحافظ على ثباتها وقوتها. الانترميديت فيلامنت اللي قلنا عليها الخيوط الوسيطة دي بتوفر القوة والثبات. زي ما اتفقنا هي خيوط قوية جدا من 8 ل 12 نانومتر، بتتكون من بروتينات ليفية مختلفة. الخيوط دي ملهاش طرف إيجابي ولا سلبي، يعني non-polarized، مستقرة جدا ومش بتتفكك بسهولة. وظيفتها الأولى الدعم الميكانيكي. الانترميديت فيلامنت بتوفر قوة وثبات للخلية. تخيل إنك بتشد الخلية من طرفين، الخيوط دي بتحافظ عليها ما تتقطعش أبدا. ده مهم جدا في الأنسجة اللي بتتعرض لضغط كتير زي الجلد والعضلات. وظيفته التانية بيربط الخلايا ببعضها في أماكن اسمها الديزموزوم. كمان بيربط الخلايا بالحاجات اللي حواليها. من غير الربط ده كانت الأنسجة دي انهارت. وظيفته الثالثة بيحافظ على شكل النواة، بيكون شبكة حوالين النواة اسمها نيوكليير لامينا. الشبكة دي بتحمي النواة وبتساعد على تنظيم الDNA. مثلا الكيراتين موجود في الجلد والشعر، الفيمنتين موجود في الأنسجة الضامة الكونكتيف تيشو، النيوروفيلامنت موجود في النيرفس تيشو. المايكروتيوبيولز أو الأنابيب الدقيقة هي الأسمك من الثلاثة، 25 نانومتر.
دي عبارة عن أنابيب مجوفة مكونة من بروتين اسمه تيوبيولين. دوره إيه؟ مهم في النقل وفي الحركة. المايكروتيوبيولز أو الأنابيب الدقيقة دي طرق المواصلات والتنظيم. زي ما قلنا دي أنابيب مجوفة 25 نانومتر مكونة من بروتين اسمه تيوبيولين. الأنابيب دي ليها طرف إيجابي وطرف سلبي، وبتنمو من مكان اسمه السنتروسوم وسط الخلية. وظيفته الأولى هي النقل، بيعمل زي السكة الحديد جوه الخلية. البروتينات المحركة اسمها كاينيزين والداينين بتمشي على الأنابيب دي وتنقل الحويصلات والحاجات الكبيرة من مكان لمكان. ده مهم جدا عشان الخلية كبيرة والحاجات ما تقدرش تنتشر بنفسها. وظيفته التانية بينظم الخلية، بيحدد مكان الأورجانيلز وبينظم حركة الحاجات جوه الخلية. وظيفته التالتة بيكون الهيكل الأساسي للسيليا والفلاجيلا. السيليا دي بتتحرك وبتساعد الخلية تتحرك أو تحرك السوائل حواليها، زي السيليا اللي موجودة في الريسبيراتوري سيستم أو الجهاز التنفسي. يبقى وظيفة السيتوسكيلتون الأولى هي حركة الخلية، سيل كراولينج. الخلية في بعض الأحيان بتحتاج تتحرك. المايكروفيلامنت بتنمو في طرف الخلية اسمه ليدنج إيدج وبتدفع الغشاء للأمام. خلايا الدم البيضاء بتستخدم الطريقة دي علشان تلحق بالبكتيريا والفيروسات. تاني وظيفة الماسل كونتراكشن أو انقباض العضلات. المايكروفيلامنت والمايوسين بيشتغلوا مع بعض. المايوسين بيسحب المايكروفيلامنت وده بيسبب انقباض العضلة، وده السر ورا حركتنا. تالت وظيفة سيليا اند فلاجيلا موشن، حركة السيليا والفلاجيلا. البروتينات المحركة اللي هي الداينين بتمشي على المايكروتيبيول وبتخليها تنحني، وده بيسبب حركة السيليا والفلاجيلا. السيليا في الجهاز التنفسي الريسبيراتوري سيستم بتتحرك عشان تنظف الرئتين من الأوساخ. لو السيتوسكيلتون ده حصل فيه أي ديفكت ده على طول بينتج عنه أمراض، زي مرض اسمه الماسكولار ديستروفي. ده مرض في العضلات بسبب مشاكل في الأكتين والمايوسين. في سندروم تانية اسمها إيموتايل سيليا سندروم، ده مرض بسبب مشاكل في الأهداب أو السيليا، فالخلايا مش بتقدر تتحرك. الوظيفة الأساسية التانية هي انقسام الخلية، بينظم انقسامها. المايكروتيبيولز والميتوتيك سبندل. لما الخلية تنقسم المايكروتيبيولز بتتجمع وتكون شكل زي المغزل اسمه الميتوتيك سبندل. ده بيمسك في الكروموزوم الحاجات اللي فيها دي ان ايه ويسحبها للطرفين المختلفين. بدون المغزل ده الدي ان ايه ما يقدرش ينقسم بشكل صحيح. المايكروفيلامنت والسيتوكاينيسيس. بعد ما الكروموزومز تنقسم الخلية نفسها لازم تنقسم لنصين. المايكروفيلامنت بتكون حلقة اسمها كونتراكتايل رينج تحت الغشاء الخارجي على طول، تقطع الخلية لنصين. العملية دي اسمها السيتوكاينيسيس. الانترميديت فيلامنت اللي هي الخيوط الوسيطة بتحافظ على الخلية ما تنهارش وسط كل الفوضى دي، بتحمي النواة والكروموزوم. يبقى الخلاصة إن السيتوسكيلتون ده هو الحاجة الأهم في الخلية، من غيرها الخلية ما تقدرش تعيش. عندنا 3 أنواع من الخيوط: مايكروفيلامنت، انترميديت فيلامنت، مايكروتيوبيولز. كل واحد فيهم عنده شغل معين. المايكروفيلامنت بيدي الخلية شكلها ويحركها. الانترميديت فيلامنت بيوفر القوة والثبات. مايكروتيوبيولز بينقل الحاجات وينظم انقسام الخلية. الحاجة المهمة إن السيتوسكيلتون مش ثابت، بيتفكك ويتجمع باستمرار. ده بيخلي الخلية مرنة وتقدر تتكيف مع أي تغيير في البيئة. الخلاصة الأخيرة إن فهم السيتوسكيلتون مهم جدا عشان نفهم إزاي الخلايا بتشتغل، إزاي بتنقسم، والأمراض إزاي بتحصل. وده أساس كل حاجة في الطب والبيولوجيا. ما تنسوش لو استفدتوا من الفيديو تدوسوا لايك واعمل سبسكرايب للقناة لو عاوز تفهم الهيستولوجي.